السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا، رجعت لكم فيديو جديد على القناه. البنات اللي عاد اشتركوا معايا في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. كنشكركم بزاف على الاشتراك ديالكم، كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم، على الكلام الزوين اللي خليتوني في التعليق. كنشكركم بزاف. والبنات متتبعات الوفيات ديالي كنشكركم بزاف البنات، كنشكركم على التعليق ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، كنشكركم كاع على داكشي اللي كديروا معايا. لهلا خدتكم عليا. المهم البنات، خرجت غادي نشري شي حاجه وديتكم معايا. راه الشتا كطيح صراحه في هاد السيمانه، الجو تبدل، بدات الشتا كطيح عندنا هنايا، رجع البرد الحمد لله على كل حال. المهم البنات غادي نمشي نشري داكشي اللي خاصني، غادي نرجع للدار، غادي نوجد معكم واحد المعسله من معسلات لشهر رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطولة العمر وباش تمنيتو يا رب. هنا بغيت نشكر واحد الاخت اللي تعرفت عليها مؤخرا، خطيره شانيل. كنشكرك بزاف حبيبه ديالي، شكرا على الدعم ديالك ليا. الله يحفظك والله يخلي لك وليداتك يا ربي. كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شي ساعه ديال الخير. صافي البنات، بلا ما نكثر عليكم بلا بلا بلا، غادي ندوز نوجد معكم هاد البليغات هادو ديال الجنجلان. الصراحه اللي كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. غادي نقول لكم المقادير. عندي زلافه ديال الدقيق ديال الطحين، وعندي زلافه ديال الجنجلان اللي حمرته خليته حتى برد تماما، يعني نفس العبار. وعندي القبصه ديال الملحه، عندي واحد البيضه، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، عندي 3 معالق ديال الزبده. انا غنستعمل هاد الزبده هذه اللي عندي في هاد الساعه. وعندي واحد الزا خميره كيماويه، وغادي نجمع ماء الزهر. في القصعه درت الدقيق ودرت الزنجلان ومعلقه ديال القرفه وشويه ديال الملحه، واحد القبصه ديال الملحه. صافي غنخلط كلشي مزيان. درت خميره كيماويه ديال 7 غرام، وغندير 3 ديال المعالق ديال الزبده بحراره المطبخ. والزنجلان البنات كي قلت لكم محمر، وغادي تخليوه حتى يبرد عاد تبداو تخدموا به، ما تخدموش به وهو سخون، راه غادي من بعد غادي يوليكم دوك البليغات غادي يرطبوا ما يبقاوش مقرمشين. صافي درت البيضه، ودابا بديت كنجمع شويه بشويه، كندير الماء الزهر شويه بشويه وكنجمع العجينه، غير كنجمعها ما كندلكهاش. الصراحه هاد الوصفه هذه 4 سنين ولا اكثر منين عطاتها لي مرت لوسي مينا، كنحييها من هذا المنبر هذا. وانا ما كتخطانيش الصراحه، هاد الوصفه رائعه وناجحه 100%. المهم صافي بديت كندير كنجمع في العجينه حتى تجمعت ليا. العجينه خاص تكون قاصحه ماشي رطبه، ماشي قاصحه بزاف حتى تولي كتهرسنا العجينه، ولكن خاص تكون قاصحه. في الفيديو راه واضح هكا كتسهل علينا الخدمه. منين كتكون العجينه قاصحه كتسهل علينا الخدمه. قسمتها على 7 الكويرات هكا صغارين. انا درت زلافه، ديك الزلافه اللي عند البنات الحجم الكبير، يعني بغيت ندير شويه كميه كبيره. نتوما ديروا العبار ديال الزلافه اللي عندكم بالغرام. ما عبرتش ولكن ما عرفتش شحال فيها ديال المهم راه كبيره، زلافه كبيره كشتو معايا في الفيديو، يعني خرجت ليا كميه ما شاء الله. صافي نديرهم في البورصه هكا في بلاستيكه، وغادي نخليهم يرتاحوا. نمشي نقضي شي غرض اخر عاد نرجع عندهم. المهم خليتهم انا 15 دقيقه، مشيت توضيت بدلت حوايجي صليت ورجعت عندهم، يعني 15 دقيقه اللي خليتهم. غادي ناخذ واحد الكويره هكا. انا استعملت ورقه الزبده باش يسهل عليا، لان كي قلت لكم
يقدر كيتهرسوا، غادي تهرس لينا العجينه ولا تلصق لينا العجينه. تقدروا ديروا بورصه البنات، تقدروا ديروا ميكا بلاستيكه هكا دغيا كتسهل علينا الخدمه. المهم غادي نسرح العجينه رقيقه رقيقه بزاف، ما تخليوهاش غليظه باش ما تجي لكمش غليظه، خاص العجينه تكون رقيقه. دابا غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صافي منين سرحت العجينه كنقادها على الجوانب بالجراره، ولا عندكم هذاك داك الطابع مربع عاد حسن، غادي يسهل عليكم الخدمه. وحتى بالجراره راه كتقضي الغرض، ماشي تاخذ شويه د الوقت ولكن معليش، خاص يكون عندنا الخاطر. صافي المهم راه الفيديو واضح، قطعتهم هكا مربعات صغارات. داك ديك العجينه اللي شاطت لينا اللي حيدنا من الجوانب كنردوها في بلاستيكه. العجينه خاص تكون في بلاستيكه باش ما تيبسش معنا. كناخذ واحد المربعه، نتوما شوفوا السلك ديالها لان رقيقه بزاف، بحال داك الورق ديال الزبده انا درتها رقيقه. صافي كناخذ جوج الجوانب، راه واضح في الفيديو، فيديو كيشرح راسو براسو. كنلصقهم مزيان، خاصكم تلصقوهم مزيان باش ما يتحلوش معكم منين كتكونوا تقليوهم في الزيت. غير منين تشدوا الجوانب وركوا عليهم مزيان مزيان. صافي والحجم البنات ديروا الحجم اللي بغيتو، ولكن ما ديروش نمره كبيره ديروا غير نمره صغيره، النمره 37 38، ما ديروش 42 43. المهم غير كنضحك معكم وصافي. انا في الاول كنت كنديرهم النمره ديال 37 صافي، وبديت كنطلع لان كي قلت لكم درت الكميه كبيره. صافي غادي نستمر بحال هكا. راه وضحت كلشي في الفيديو، كل راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي جديده. كي قلت لكم انا هاد الوصفه هذه عطاتها لي مرت لوسي هذه 4 سنين وزياده، والصراحه كيبقاو هكاك مقرمشين، ما غاديش تشبعوا منهم نهائيا، وبغيت نشاركها معكم. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات، غادي نكمل كل شيء هذا الشيء. صافي ها البليغات ديالي كل شيء ما ساليتش كل شيء، سمحوا لي راه تلفات ليا الهضره. بقات لي واحد الكويرات، جوج الكويرات هكا صغارات، غادي نخليهم حتى من بعد لان صافي راه المغرب هذا. هنا عندي الزيت، درت الزيت غادي تسخن باش نبدا نقليهم. وعندي العسل البنات، العسل اللي وجدت معكم، العسل انا ما كنسخنوش بارد كي كيبان لكم. هانتوما العسل خاص يكون ثقيل هكا باش يشربوا لينا العسل. صافي منين سخنت مزيان الزيت بديت كندير في البليغات ديالي نقليهم، ونقصت النار هادئه ناقصه باش يطيبوا لينا على خاطرهم، خاصهم يطيبوا راه فيهم الطحين. صافي وكنخليهم حتى كيتحمروا مزيان كي كيبان لكم. صافي وكنهزهم من الزيت كنديرهم مباشره في العسل اللي ما سخنتوش بارد. وفي داك الكاسرونه اللي كتبان لكم درت اللوز باش غادي نزين به. هو اختياري ماشي ضروري خاص يكون اللوز، ولكن انا هاد البليغات كيعجبني فيه ندير فيهم نزينهم بديك الحبه ديال اللوز. راه صافي الهضره راه تلفات ليا، سمحوا لي البنات راه هضرت بزاف في هذا الفيديو، ما بغيتش نحط الموسيقى على داك الشيء، ما بغيتش نخلي فيديو خاوي وما بغيتش نحط الموسيقى، وبلبلت بزاف الصراحه، حتى انا ما موالفاش كنهضر بزاف. المهم غادي نستمر بحال هكايا، غادي نقليهم كاملين.
واحد النصيحه اللي غادي نعطيكم البنات بالنسبه للبنات المبتدئات واللي حتى ماشي مبتدئات ما كيعرفوش هذه القضيه هذه. منين غادي تحسوا بالعسل هكا ولات جاريه، يعني صافي ولات جاريه بحال الماء، زيدوا عليها العسل البارد، لانه ولا بقيتوا كديروا هكاك في العسل هي جاريه سخونه ما غاديش لا شباكيه ديالكم ولا اي معسلات ما غاديش يشربوا لكم العسل مزيان، لان العسل خاص يكون العسل بارد. المهم صافي بقيت انا كندير غير بشويه بشويه، ما درتش كميه كبيره في الكاسرونه ديال العسل، درت غير كميه قليله باش نبقى نزيد عليها العسل البارد. هنايا كنوريكم صافي راه ساليت والكميه خرجت ما شاء الله. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البليغات ديالي. انا زينت هذا التفصيل هذا زينتهم باللوز، لان ما غاديش نحتفظ به هكا في المجمد. هذا التفصيل اللي زينت غادي نخليه، غادي ناكلوه، نخليه غير تماك في الكوزينه. غادي نحل معكم حتى تشوفوا راه كتذوب في الفم، هشيشه كتجي مقرمشه، واخا ما درتش فيها الخل، لان كاينين الناس اللي كيديروا فيها الخل، انا ما كنديرش فيها الخل، وكتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها. والكميه الاخرى راه خرجت كميه كثيره، جوج من هاد الفمبريرات اللي خرجوا ليا غادي نحتفظ بهم في المجمد. لاول مره كنحتفظ فيهم في المجمد. كندير ما بين شباكيه ما بين البليغات والبليغات كندير هاد البلاستيكه هذه صافي. كنفرش هاد البلاستيكه، كندير فوق منها البليغات، من بعد كندير بلاستيكه وصافي، وغادي ندخلها للمجمد نحتفظ بها ان شاء الله يا ربي. وقبل ما ندخل هاد الفمبريرات هادو غادي ندير ليهم البلاستيك الغذائي، غادي ندورهم كاع على البواطه باش هكا نتاكد ما يدخلش ليهم الرطوبه، ولا باش يبقاو لينا هكا محتفظين. وخليهم حتى تقطروا مزيان من العسل البنات. انا خليتهم ليله كامله في الكسكاس. واحد الاخت اللي سولتني في التعليق كيفاش تحتفظ بالزلابيه اللي درت معاكم. انا درتها في مبريره وسديت عليها ودرتها غير في الثلاجه الفوق، راه بقات امانه مقرمشه من برا ومن الداخل معلكه رطبه، يعني ما وقع ليها حتى شي حاجه. كان هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، تاخذوا منه افكار. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. كنتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم وبكومنتاريات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف. وإلا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو عجبك الفيديو اشتركي في القناه، مرحبا بك معايا، وفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.